عودة البوندسليغا، لا ماهيش البوندسليغا هذه، عودة البوندسليغا التونسية. عندنا مباراة واحدة باش تأجل بين ليتوال والأولمبي البيجي، واحد تلعب في دوري أبطال الأخرى في الكاف شامبيونز. نبداو بالماتش الاول من غير ما نحكيو برشا. النادي الافريقي واتحاد بن قردان، وغالبا المباراه هذه متوفه ديما بواحد واحد ولا صفر صفر ولا 2-1 للافريقي وبونتو في 90. النادي الافريقي من اكثر الفرق الناشطه في الميركاتو، وعملت برشا انتدابات دعمت الوسط والهجوم والدفاع. خمسه وخميس راني مانيش نحكم بعيد. اتحاد بن قردان خرجوا عليه برشا ركائز من الموسم الماضي، منهم رفيق الكامرجي اللي مسجل 14 هدف منهم 15 ضربه جزاء. ومن غير ما نحكي برشا على المباراه هذه، اللعبه باش تكون في بن قردان نتوقعها 1-1. المباراة الثانية النادي الرياضي الصفاقسي والنادي البنزرت. كما قلنا بالنسبة للسي اس اس، الفترة التحضيرية نتاعو كانت في البطولة العربية، لعب فيها 3 مباريات، خسر زوز وتعادل واحد. ومشكلة النادي الرياضي الصفاقسي هي الهجوم، وسجل صفر هدف في 3 مباريات. النادي البنزرتي في الفترة التحضيرية لعب 6 مباريات، خسر واحدة وتعادل 5. ونفس المشكلة اللي عند الفرق التونسية، وكل ما نجيبش نحكي على فريق تونسي مشكلته هي الهجوم. ونتوقع المباراة هذه 0-0. المباراة اللي بعدها الملعب التونسي ومستقبل سليمان. اكيد مش متوقع البقلاوي باش تربح، تحبوا تعديوا الطرح اللي بعده عديوا. وبالنسبة للبقلاوي لعب 6 وديات، فاز في 4 وتعادل في زوز، 5 وخميس وما شاء الله. مستقبل سليمان الموسم الماضي اذا ما لقفش روحه في اخر 4 مباريات في البلاي كان نجم يلقى روحه في الرابطه الثانيه، اما خرجوا منه برشا لاعبين وما دعمش فريقه في الميركاتو. نتوقعها 2-0 للبقلاوي. المباراه اللي بعدها الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى. كيف الترجي فترته التحضيريه كانت في البطوله العربيه، تعادل 2 مباريات وخسر مباراه. بالنسبه للترجي الميركاتو نتاعو يعتبر ناجح. حاجه واحده في ميركاتو الترجي هو انه قرر بن حموده باش يكون هو المهاجم الاول في الترجي الموسم القادم. مستقبل المرسى داخل موسم جديد بانتداب واحد، وقلتها في الفيديو السابق اللي ما نصورش فريق طالع من الرابطه الثانيه يستحق انتداب واحد، ونتوقعها كيف للترجي 2-0. المباراة الأخيرة اتحاد تطاوين ونجم المتلاوي. اتحاد تطاوين في البلاي في الموسم الماضي مركز أخير، 14 مباراة ما فاز ولا مباراة، وعمل تعادل بعد بيه الكلوب على البطولة لا أكثر لا أقل. نجم المتلاوي عملوا لعب البلاي ومنع تقريبا على بكري، لكن كيف نجم المتلاوي عمل انتدابات مش مدروسة. ونتوقع المباراة هذه 1-0 للمتلاوي. هذه توقعاتي أنا للجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى. ما تنساش تعمل لايك وابونيت وتحط توقعاتك في كومنتير الأول.